علي حداد على روح والدة والثلاثي صلاح عاشور 10 والغيني لاما كولين صاحب القميص رقم 21 ماريو مارتينيز الهندوراسي صاحب القميص رقم 7 وفي الامام 9 الهندوراسي ماريو مارتينيز ولعبها طولية عند المزعج عمرو مرعي عنده 9 اهداف مع الداخليه الموسم الماضي وهدف هذا الموسم لاما كولين. يا ولد يا ولد يا ولد يا احمد يا مسعود، لكن فاجئنا والله لاما كولين. لسه عمرو مرعي لصلاح عاشور كورته حلوه لعمرو مره ثانيه ده عينه على مان اوف ذا ماتش مبكرا في دقيقتين ينقذ هدفين احمد مسعود. يعني مصائب محمود حمدي عند احمد مسعود فوائده كان. ادي تسديده لاما كولين قويه من لاما كولين يا ولد احمد مسعود. ومره ثانيه شوف عمرو مرعي عملها لصلاح عاشور 1 2 خدها تاني عمرو مرعي حطها بباطن القدم بدل ما يفضل ان هو يشوط بقوه، تعامل معاها بثبات احمد مسعود بشكل رائع، يتفوق على رقيبه علي عيد. يرجع علي عيد مره ثانيه ويقف كويس ويقف صح. احمد الشيخ هرب من رقيبه عمرو طارق. يا ولد يا شيخ، وعمرو طارق ارتكب الهفوه عمرو طارق وشيء مش مستغرب على الصباحي، تاني اكتر حكم احتسب ضربات. ادي ضربة جزاء عمرو طارق وضربة جزاء لصالح احمد الشيخ يرتكبها عمرو طارق بدايته كانت في اسمنت اسيوط، بعدها انتقل ناشئ انبي، تجارب في البوندسليجا سفاي دوري الدرجة الثانية الالماني. نشوف احمد الشيخ الاول. الشيخ في اسبوع شهد تضييع ضربات جزاء اكتر ما سجل. ضربة الجزاء رقم 17 في الدوري ضاع منهم 6. احمد الشيخ يحرز الهدف الاول للمقصة بالتخصص من ضربة جزاء. هو المعلم، هو الكبير في مصر المقصة، من دور مهمش مع النادي الاهلي لنجم مصر المقصة، ويعني هو يقول لك اكيد وضع. وثنائية الموسم الماضي في مرمى ذئاب الجبل، وهدف الموسم الحالي في مرمى النصر التعديني. يلعبها يا ولد هل ينفع اللي عمله دفاع مصر المقصة ده يتضرب بتمريرة واحدة؟ صلاح عاشور يوصل انفراد بضربة حرة مباشرة من حوالي 45 ياردة، مش ممكن. يعني هم منين سلموا ان التصويب هيبقى هو القرار الوحيد والفريد لماريو مارتينيز او العرضية؟ ليه الظهير الايسر كان فين؟ يعني لقطة غريبة جدا. وفي هذه الاثناء يطلق الحكم محمد الصباحي صافرته معلنا نهاية الشوط الاول. هيا عزيزي كابتن احمد شوبير اليك الكلمة. الله الشوط الثاني نشوف اهداف سواء لصاحب الارض مصر المقصة للتعزيز او سواء لانبي لتعديل النتيجة. المهم نشوف اهداف. متعة الكرة طبعا. عمرو ما خرجتش ولا خرجت، ما خرجتش، يلعب العرضية، استلام وخلى العرضية ما تطلعش بالشكل الامثل، قصيرة من هشام محمد توصل ماريو مارتينيز للاما كولين، تصويبة من لاما كولين، يمسك على طول سهلة الحارس احمد مسعود. طويلة في اتجاه يا ولد الشامي، لسه بقول حط عينينا عليه، لكن لمسه يا ابني تغني عن 1000 تعليق. شوف دي اول لمسه، اللاعب لسه نازل، شوف الرشاقه، شوف الاستلام، وشوف المقصيه المزدوجه. يا ولد يا محمد الشامي، شوف الفكره من العك الكروي تروح لهشام محمد في الاخير. مين في الشمال؟ احمد محسن مصاب، نزل احمد محسن. هاني سعيد يلعبها للشيخ. الشيخ هل يطلع لبره ويشوط؟ يعمل اسيست الشيخ لهشام. يا ولد يا هشام يا محمد، استلام وحطها بوش رجله خارجي في البعيده. لكن احمد الشيخ هي الجمله من اولها حلو. هاني سعيد برؤيه يحسد عليها، رؤيه لاعب خبره عنده 215 ماتش في الممتاز، يلعبها لاحمد الشيخ انت مع المقصه، ما انت غير، انت مع المقصه غير يا احمد يا شيخ. بيجرى له حاجه لما يخرج بره هذا الملعب احمد الشيخ، يبص برؤيه يحسد عليها هو الثاني، ويلعب الاسيست لهشام محمد، يستلم هشام. شوف الموال هشام اللي بداه، راحت لهاني سعيد. لا دي الجمله دي عايزه دي حكايه وروايه. ده هشام هو اللي ابتدى للشيخ، والشيخ رقص وراحت في الاخير لهشام. شوف هشام استلم باليمين. يا ولد لا علي لطفي ولا غيره يقدر يعمل لها حاجه، ويعلن عن نفسه. خامه جيده احمد الشيخ. اتقطعت من صلاح سليمان لهشام محمد، هشام لنانا بوكو. الشيخ يا ولد يا شيخ حرام عليك، لسه بقول احمد الشيخ. ايه الحلاوه دي؟ اقسم بالله ايه الحلاوه دي؟ احمد الشيخ بصباع رجل كبير ولا اروع، يحطها في البعيده. علي لطفي شايفها وعارف ان هي هتخش، وبيحاول عليها تأدية واجب لانه عارف ان هي هتخش. احمد الشيخ لا احمد الشيخ مع المقصه غير. انت مش انت وانت في الاهلي يا احمد يا شيخ، انت مش انت وانت في الاهلي، لكن انت في المقصه. هو احمد الشيخ شوف وراح لها علي لطفي صح بالايد العكسيه.